ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبه لكم طريقه طاجن البانيه المتطفي بالدقه ومتغطي بالعجينه. حاجه كده تحفه، طعمه وهم يا بنات. انا كنت عملته لكم قبل كده بشرايح اللحمه، وكان طعمه حكايه وعجب كل اللي جربه. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بس طاجن البانيه ده هيوديكم في حته تانية خالص. تعالى اقول لكم بقى عملنا العظمه دي ازاي. ده كيلو بانيه، بس مقطعه كل شريحه بالنص، يعني ما تكونش طويله قوي بالشكل ده. هنا جبت بوله ونزلت بمعلقتين كبار خل وعصير نص ليمونه وتلات اربع معالق زيت كبار كده، ونص معلقه صغيره ملح، وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومن البابريكا، ومن الكاري، ورشه حبهان اللي هو الهيل، ورشه جنزبيل. وهنا فص ثوم مفروم واحد، ونص معلقة صغيرة من الفلفل المفروم الأحمر. أقلبهم كويس وأنزل بشرايح البانيه بالشكل ده. وزي ما قلت لكم يا بنات، مهم قوي ان الشريحة تكون قصيرة ما تكونش طويلة، يعني شريحة البانيه نقطعها نصين ونشربها كويس قوي كده من التتبيلة. وانا هنا يا بنات اشتغلت على طول بيها، ما سبتهاش في التتبيلة ولا حاجة، وكانت تحفة. بس انتوا لو مش مستعجلين تقدروا تسيبوها شوية في التتبيلة. انا كنت مستعجلة بصراحة وعملتها على طول وكانت حلوة جدا. هنا بقى جبت الطاجن بتاعي وقطعت كده بصلاية شرايح، وفصين توم شرايح، وفلفل بقى احمر وفلفل اخضر. حطيت رومي على حامي زي ما انت تحبي، وحطيت رشة ملح وفلفل اسود، وهديهم بقى تقليبة حلوة كده واوزعهم حلو في الطاجن بالشكل ده. وابتدي بقى ارص شرايح البانيه بالشكل ده، ولازم تكون الشرايح مفرودة كده يا بنات. بجد ده من الطواجن اللي هتبهرك، هيطلبوها منك كل يوم. وعلى فكرة يا بنات، الطاجن ده حلو جدا للدايت، بس تستبدلوا الزيت، بدل زيت نباتي لزيت زيتون. وان شاء الله هنزل لكم طرق كتيرة جدا للبانيه، طعمها حلو جدا وصحية ومفيدة لولادنا. انا كده خلصت رص كل الشرايح بالشكل ده، وعليها بقى رشة زيت كده، معلقتين او 3 زيت، واغطيها بورق الفويل كده حلو، واخرمها بقى بخلة او بسكينة بالشكل ده كده، واحطها بقى في فرن على درجة حرارة 200 ربع ساعة، واطلعها تاني. او كده طلعتها دي كده بعد ربع ساعة. ابتدي بقى اقلب من تحت لفوق بالشكل ده كده. وادخله بقى الفرن بس من غير ورق الفويل، وكل 10 دقايق هطلع اعمل نفس الخطوة دي. وبعد نص ساعة طلعته
وطفيته بعصير ليمونة و4 فصوص توم مدقوقين وقرن فلفل احمر حامي، والفلفل اختياري. وهنا كنت مجهزة عجينة البيتزا او عجينة عيش زي ما انت تحبي، دي كانت عندي. اديتها رشة مية عشان حبة البركة تلزق عليها، ودخلتها الفرن على طول لغاية ما خدت لون وطلعتها. هسيبها بقى شوية لغاية ما تطرى شوية عشان اعرف اقطعها. شايفين يا بنات بتتقطع معايا ازاي بكل سهولة؟ لو كنتي قطعتيها على طول كانت هتتكسر منك. انا عايزة اقول لكم ان العجينة دي كانت طعمها حكاية. شايفين البانيهية طرية ازاي وتتبيلة ممتازة. كان فيها بقى شوية صوص تحفة بجد يا بنات، هيعجبكم جدا وبألف هنا.